صباح الخير جماعة، مرحبا بكم. صباح الخير. قهوة الصباح كالعادة. صباح الخير. أنا اليوم باش عندي معناها موضوع نحب نحكي عليه. أنا شوف، أنا قلت أنا عملت وعد لنفسي. قلت وقتها في دنيا. قلت قالوا لي يزي من الفيديوهات، يزي من الفتنة، من كذا على دنيا. اي. قلت لهم ليه؟ على خاطر الحق انا ديما نقف عليه. قلت لهم انا ما ناقف على دنيا الا ما تخرج دنيا. هذه قلته. وانا الوحيده اللي تكلمت على الدنيا. كانوا يهاجموا فيها علاش ماشيه وحدها، علاش كذا، خاصه الرجال. لكن من بعد الناس معناها فاقت. خاطر الظلم الانسان ما يسكتش عليه. انا تويكا زيده معناها خديت عهد على نفسي على الاراضي التونسيه. الاراضي التونسيه ذيك ما تمشيش هكاكا، تمشيش. هذيك يسمى ضحك، معناها تمنيكوا علينا. بون. قبل في الحروبات وما بتعرفوا يلزموا سلاح، يلزموا كذا باش الانسان يحارب على ارضه. واحنا ما صدقنا خرجنا فرنسا. فهمتني؟ معناها خرجنا من حرب. وزد عاونا الجزائر. معناها سلاحنا كله مشى للجزائر باش نعاونوها. وما تنساوش عام 1800 عنابه كانت هي الجزائر. اي، وكانت العنابه تابعه لتونس. معناها كي نجي ونشوف في العهود القديمه القديمه. اي، قبل حتى الرومان نلقاو الجزائر هذيك اللي توا تتسمى الجزائر، اما هي كانت تونس هذيك. وعندك زيادة ليبيا، هذوما كلها الخريطة دي كل كانت اسمها تونس. فهمتني؟ كانت اسمها تونس. الدولة القرطاجنية والرومانية والفينيقية وبرشا. ما كانش موجود اسم لا ليبيا لا شيء، جاء من بعد جاء. فهمتني؟ باش نكونوا واضحين. والخرائط راهي الخرائط موجودة. غوزمون الخرائط موجودة في جوجل. معناها احنا نستندوا على الخرائط هذيك القديمة باش نجيبوا من ريوسنا. فاحنا ما نحبوش ناخذوا اراضي الناس. لا، هذه تسمى معناها جشع. انا برشا تويك اخواتي وحبايبي قالوا لي بربي شنو هال 14 ولايه اللي تابعه تونس من الجزائر. انا باش نحط لكم ال 14 ولايه باش نكتبها باش تعرفوا، ونحط لكم حتى الخريطه الاصليه. ونحمدوا ربي ونشكروا. انا بالنسبه لي اللي انا تويك قاعده نكافح ونناضل. اي، اجدادنا ناضلوا بالسلاح، لكن انا ناضل بالفيديوهات، بالكلام. ونحث الناس والرؤساء والوزراء والشخصيات والسياسيين والمثقفين باش يشدوا الثنية هذه. خاطر هذه راهي ثنية، هي راهي تجيب حتى شيء ما هو صعيب في هالدنيا. فهمتني؟ خاطر قانون دولي. فهمتني؟ قاعدين تويكا امريكا قاعد تويكا معناها تسطر في الحدود من اول جديد باش تعطيها لاصحابها. ديجا لما قررت فرنسا اللي هي السبب. قالت انا باش نرجع الحدود المغربيه، معناها الصحراء الشرقيه والغربيه. فهمتني؟ ومن بعد باش تجي تونس، صحراء تونس. فهمتني؟ وعندنا حدود زاد مع ليبيا، يلزمنا زاد معناها ناخذ معناها نسطروا الحدود. نحن الحمد لله تفاهمنا مع ليبيا. احنا تفاهمنا مع ليبيا. ومعناها باش نعملوا الحدود. خاطر شو هذه حدود قديمه برشا. باش معناها باش الانسان يعمل صفحه جديده مع جيرانه. فهمتني؟ انا باش نوريكم السيد من البرلمان وزير، مش اللي هو صرح بالشيء هذا. تونس وليبيا من خلال لجنة مشتركة على ترسيم الحدود بين البلدين لتعزيز التعاون والتفاهم المشترك، وذلك في ظل تاريخ طويل من التوترات الحدودية التي تعود إلى حقبة الاستعمار. وأكد وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي أن البلاد لن تتنازل عن سيادتها، مشيرا إلى ضرورة استغلال المنطق الواقعة بين الحواجز الحدودية بالشكل الأمثل. وقال السهيلي في عرضه لميزانية وزارة الدفاع أمام البرلمان إن تونس لم ولن تسمح بالتفريط في أي شبر من الوطن. وأوضح الوزير أن لجنة مشتركة تتولى مسؤولية ترسيم الحدود، كاشفا عن نيته زيارة المناطق الحدودية للاطلاع على الوضع عن كثب.
وتاريخيا شهدت المناطق الحدودية مع ليبيا توترات بسبب الترسيم غير الواضح لبعض المناطق الصحراوية الوعرة، حيث تم تحديد الحدود بشكل رسمي عام 1910، إلا أن بعض المناطق ظلت محل جدل بعد استقلال البلدين، خاصة مع اكتشافات النفط التي زادت من الأهمية الاستراتيجية لهذه الأراضي. وبعد ثورة 2011 في ليبيا تفاقمت التحديات الحدودية لتشمل مسائل الأمن والسياسة. جماعة سمعتوا؟ معناها حاجة كتوصل للبرلمان، معناها حاجة افيكاس، معناها حاجة اوفيسيال، معناها حاجة معناها صاي تفهمت البلدين اثنين باش يرسموا، باش تتنحى النزاعات والهضرات. والعاقبة مع الجزائر، فهمتني؟ لما التنبور يقول لك تونس والجزائريين يقول لك تونس نحبوا تونس، يا خويا تحب تونس؟ رجعنا 14 ولايه، انا باش نحط لكم اسماء نتاعهم، فهمتني؟ 14 ولايه ما همش شويه، راه ما همش شويه. بكلها غاز وكل كذا. قلت لك انا معناها شارديغول كي قال الجزائر ما كانش موجوده، كلامه صحيح، كانت افراد وهي عنابه. فهمتني؟ هي كانت الدوله ذيك ومن عنابه فهمتني؟ اخذاه هذاك الكل، اخذاه الفرنسي. معناها الجزائر ما كانش اسمها حتى موجود. واذا كانوا يقولوا عندهم فتوحات وعندهم تاريخ اعظم وتاريخ تونس، خاطر هي كانت تابعه لتونس، فهمتني؟ معناها هو تاريخ تونس اللي هما اخذوه قالوا هذا نتاعنا، لكن هو ما عندهمش تاريخ، هذاك تاريخ تونس، فهمتني؟ انا باش نحط لكم الخريطه، طبعا باش نحط لكم الخريطه باش نسميكم البلدان. هذوما البلدان باش نقولهم لك اللي احنا 14 ولايه. عندك عنابه حاضر، سكيده حاضر، الطاهر حاضر، قسطنطينيه حاضر، الاهراس حاضر، الخنشيره حاضر، البجايه حاضر، السطيف حاضر، الباطنه حاضر، البريكه حاضر، بشيكره حاضر، تبسه حاضر، الوادي حاضر، غدامس حاضر. هذوما 14 ولايه، هذوما 14 ولايه. نعاود نسميكم استنى من الحاجة باش نوريكم تويكا. تويكا باش نقول لكم الاسماء نتاع البلدان اللي احنا متاعنا، اللي هي في الحدود صحراء تونس، اللي خذاها الفرنسي شارديغول وضمها للمسمى الجزائر. وقت اللي كانت الجزائر ما كانتش حتى الجزائر، كانت عنابه بركه، وكان عنابه كانت تبع تونس. معناه هو خذاه من تونس، هو خذاه انتقاما من الرومان، ولقى فيها الغاز والبترول كذا كذا، فمعناها طمع خذاه يسخر روحه باش يقعد على طول، خاطر وقتها كانت العباد تموت على فرنسا، وهما حاربوا بعضهم، راه خاطر جماعه قال لك نحبوا فرنسا وجماعه قال لك لا. والقله القليله اللي قالت لا اللي بعد هربوا لتونس، ومن تونس ولاو يحاربوا، وتونس عاونتها. فهذا تاريخ، راه شوف الانسان ما ينساش. انا باش نقول لكم الاسماء: عنابه، سكيده، الطاهر، قسطنطينيه، اهراس، خنشيله، بجايه، سطيف، باطنه، بريكه، بشيكره، تبسه، الوادي، غدامس. معناها شو قديش من هذوما كل تابع تونس، هذوما كل توانسه، يتكلموا تونسي، ثقافتهم تونسيه، ماكلتهم تونسيه، السمساري تونسي، فهمتني؟ وجوههم تونسيه، هذوما كلهم توانسه، فهمتني؟ هذوما تبعين لتونس. اسمع، الحق يرجع لاصحابه. احنا عندنا وفد نضالي سياسي قديم من جماعه بورقيب، باش يسموا هما الشاهدين على العصر. هذوما مشاو لامريكا، هذوما ونستناو اجراءات امريكا باش توافق لنا، خاطر ديجا وافقت وهي طلبت منا احنا باش نناضلوا على اراضينا. قلت لك انا ليبيا والجزائر وتونس ترجع كما كانت، والحمد لله الحق يرجع لماليه.